بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الأعمال هي الصلاة على محمد وآل محمد. يلا كلكم وياي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. وهسه أقدر أقلكم شلونكم شخباركم، إن شاء الله تكونون بمليون ألف خير وانتو تشاهدون هذا الفيديو. وبلشت يوم وياكم من العصر. بيومها سويت حملة على البيت العصرية، فشنو بنات ما ردت أصور، يعني شفتوا ما صورت أي شي. بعدين من ردت أمسح قلت يلا خلي أخذ لي كم لقطة للبنات نسوي لهن واهس وشوية يشجعن، لأن أنا أعرف إذا ما عدشن واهس ما راح تسوين أي شي. فقلت لنفسي خلي أشارككم هذا الروتين الخفيف الظريف المنعش، يعني هو بالصيف ماكو شي منعش غير العصاير والفواكه، والحمد لله والشكر على كل حال. هنا شوفتكم المنظر من أمام شباك غرفتي، وكمية الأتربة على الشباك ما صايرة، فشنو انطيت الشباك هيك مسحة خفيفة، ما أقول لكم خليته يلمع، بس المهم صار أحسن من قبل والحمد لله والشكر على كل حال. وطلعت برا على مود أنظف الطارمة، طبعا من بعد ما خلصت كل البيت ما شوفتكم شي، هيك بس مقتطفات من المسح، وباقي الشغل لا والله ما صورته، لأن بس أعوف الشغل شوية وأصور الواهس نصه يروح وأتكاسل، وإذا عفت الشغل أني وراح واهسي بعد ما يجيني من نال أسبوعين، فتخيلوا أنظف بدون تصوير هواي أحسن لي. حاليا حبايب وصلنا للفقرة الأهم، نظفت كل البيت وكملت كنس مسح تنظيف تعطير. وصلت لهذولي عندي كلهن وسخات، هذولي مدات كبار وصغار وبيهن دواسات، صار لي فترة مغلسة عنهن، بس هسه دامجت الكهرباء واكو مي قلت لازم اغسلهن، يلا نغسلهن سوية. شوفوا بنات هذولي كلهن وسخات، طبعا لا تنسون هاي الجوا فارشة عليها، فهسه شنو شغل المي وننقعهن. اغسل اول شي الدواسات حتى اشيلهن عن طريقي واغسل براحتي، ما ادري خليهن بالغسالة دامجة الكهرباء اسهل لي. صح بنات راح اخليهن بالغسالة على ما هذول يتنقعون، يلا خلي ذول يتنقعون وتزنيش الغسالة. دواسات بالغسالة رجعت لقيت المي هاي وضعيته، لو ادري ما رايح بس عفته شوية هيك صار. شوفوا ويا سبحان الله، بيوم اللي عندي واهس وإلي خلق أشتغل لازم تطلع لي شغلة تخرب علي كل شي. فشفت غسلت الدواسات وطلعت برا شريتهن، وبيومها كنت غاسلة ملابس والفراشات بقن بالطارمة اليوم ثاني، والحمد لله والشكر بيومها ما سويت عشاء، جانا ثواب بن جوارينا مرقة بامية ودجاج، طبعا هذا الدجاج هواي علينا أكيد وزعت من عنده. وهذا يوم ثاني حبلش أسوي الغدا وياكم. هنا شنو حبايب عندي الدجاج وبوتيتا وبصل راح نحمسن بالقدر. هنا نحمس الدجاج 5 زينة وننزل البهارات. هنا حبايب هنا عندي جزر وعندي حمص مسلوق، هنا عندي بصل ححمسهن بالطاوة وبعدين اطلعهن اخلي الكشمش والشعرية. هنا عندي الطاوة مقلية بيها الصبح بوتيتا للريوق، هنا التشريبة حسوي مطبق دجاج. هو
هو مطبق دجاج مو برياني، بس انا حبيت يعني اضيف له. هو بنات مطبق دجاج مو برياني، بس انا حبيت اضيف له جزر وحمص. هو المفروض بس كشمش وشعرية وبصل. هنا عندي الشعرية والكشمش. يقولون هاي الطقة تطرد البركة، ما ادري، اللي تعرف تقولني. عندنا البصل ذبل، اضيف باقي المواد. اغطي حتى تذبل هاي. هذا استوى، طلعته انحمس يعني حمسة بسيطة. هسه حخلي الشعرية. بنات لا تشوفون الكمية قليلة، قلت لكم هاي بس إلي. زوجي حسوي له كبسة. جت الكهرباء، اللهم صل على محمد وآل محمد. حطبخها بالتشريب. بسم الله الرحمن الرحيم. حضيف لها شوي بهارات برياني، شوية مو وايد لأن هو مو برياني. شوي شكر، هذا شكر مو ملح. نرجع عليهن هذا الحشو واخليهن يتهدرن على راحتهم، يعني على نار ناصية، واغطيهن. طبعا بنات هذا التمن الي حسوي بيه المطبق، وهذا التمن الزوجي حسوي له بيه كبسة لان ما ياكل المطبق. وهنا محضر حبشكلات الزلاطة، ويلا نبلش. هنا حطبخ التمن العادي الكبس، التمن الابيض. هنا عندي الحشوة، هنا التشريب. طبعا الماعين حتصير كومة، وبعد حطبخ الكبسة. تمن ابيض كبس عادي يعني ما يراد لي. هو نخلي الزيت يحمى زيت، ادير التمن ها هي، وخلي عليه مي وملح. خلي له مي يغطيه، بعد شوي محتاج. هيك كافي. خلي الملح ها هي، وابوكم الله يرحمه. ونغطيه من ينشف المي نهدره، يعني نخليه على اقل درجة حرارة. سويت شوية سلطة متواضعة، يعني هم قليل ما كثرت، ما حد ياكلها. هنا شنو حبايب، التمن يتهدر وكمل، صفيته. هذا الدجاج حقري والتشريب كامل، يكمل الدجاج بعدين اسوي الكبسة. اخلي الملح
للزلاطة وقليلا نعناع مجفف. كافي. ما خلاه مندوزي لأن الرمان حامض. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو حطلع ثواب لأن الوقت حيل تأخر والناس هسه تغدت. وبعدين أكمل شغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. خل أكمل وبعدين أشوفكم، من ما أعرف أصب بيد وحدة. وهاي التشريبة هيج كمل. تكتمل بالقدر، خلي عليه شوي ملح لأن التشريب هو بملح، وتعرفون حنطبخ بمية تشريب أو بمية دجاج مو مية تشريب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما يعجبكم البصل وخروه، بس أنا أبقي لأن هو أصلا حيموع وما حيبين. بعد شوي كافي. شفتوني تمن ما خليت عليه زيت، لذلك حضيف عليه الدهن اللي حمسك بيه الدجاج. هاي كبسة على السريع. هسه حضيف لها البهارات. شنو البهارات؟ مثل كل مرة كاري ونمو بصرة مطحون. نمو بصرة مطحون البارحة طحنتها بالبيت، يعني فريش يجنن، ريحته ملت المكان كله. شوفوا هيك خليت قليل. نغطيه ونتركه ينشف وبعدين نهدره. هاي كمل. هنا الحمد لله والشكر كمل غدانا، وسهمكم مليون ألف عافية. هاي الكبسة طبعا. وأكيد الماعين اللي طلعت قبل الغداء كلها غسلتها، بقوا هذولي. كملنا غدا الحمد لله والشكر، وهسه راح أغسلهم. هغسلهم ماعين صغار مثل هيج طوس، ماعون، طاسة، أقدر أغسلهن بسهولة، بس القدور أكرههن، مو بيدي ما أحبهن. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، لعنة الله على كل من قتلك وظلمك وحرمك من المال. الحمد لله.